عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيتكم بروسيت نتاع مقروض. هنا عملت 3 انواع نتاع مقروض حبيت نشارك معاكم. اول حاجه خذيت كيله كيلت بها سميد متوسط. نفس الكيله خذيت بها سميد ارطب ارطب مليح هاك الاكسترا. وخذيت كيله فرينه، خلطتهم مليح كما تشوفوا. زدت عليهم رشه ملح. هنا نفس الكيله خذيتها زيت زيتونه، نجموا تخلطوا زبده ولا زيت حاكم كما تحبوا. مي اني حبيت نعمل زيت زيتونه. هنا دفيت شويه وحطيت، ما حطيتش الكيله الكل، حطيت دوب شويه بركه، ناقصه شويه يعني كيله ناقصه شويه لين يتلم. قعدت نتبع فيها بشويه لين تتلمني وتولي كيما بالشكل هذايا. من بعد نلفها ونغطيها بيت ليله كامله. من غدوة ان شاء الله عملت المقروض نتاعي وشكلته. في الفيديو اللي لاحق ان شاء الله نوريكم كيفاش. وهنا من غدوة بعد ما حضرت العجينة معانا ان شاء الله نوريكم بعد كيفاش باش نكملوا الخدمة ونعملوا المقروض مع بعضنا.